السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السوبر أهلاوي، السوبر أهلاوي. النهاردة جايين نعمل حلقة السوبر أهلاوي. ألف مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، جمهورنا العظيم. ألف مليون مبروك إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. ألف مليون مبروك لكل عشاق النادي الأهلي في كل مكان. السوبر أهلاوي النهاردة كولر تفوق على نفسه، تفوق على الغيابات، تفوق على تكتيكات باتشيكو، وعمل أداء فوق الروعة. كولر النهاردة غير تكتيك ومفاهيم كرة القدم اللي بيلعبها اديله 3-4 ماتشات. غير التكتيكات وغير الفنيات، الأهلي بين شعبيته في أي حتة. الأهلي النهاردة الملعب متقفل كله أهلي. غياب قطب الزمالك رغم جماهيريته وقوته، ولكن لم ولن يؤثر على سير المباراة من الناحية التشجيعية ومن الناحية الجماهيرية ومن ناحية المعترك والمعفل نفسه في قيمته عند الجماهير. النهاردة الملعب كله متقفل أهلي. ال 32,000 بتوع استاد محمد بن زايد كلهم أهلي. الأهلي النهاردة كان في محفل كروي عالمي. النهاردة كولر شغل جمجمة ورجع الذكريات ورجع ل 4-2-3-1 بعد ما كان عودنا كمحللين وعود جماهيره على انه بيلعب ب 4-3-3. كولر بيقول لك انا معايا قماشه افصلها زي ما انا عايز، اعرضها، اطولها، اقصرها، قماشتي حطيت ايدي على جميع المفاتيح، اتحرك مع كل واحد زي ما انا عايز. شكرا كولر، شكرا مارسيل كولر على الاداء الممتاز، شكرا مارسيل كولر على الحلاوه والمتعه اللي قدمتها لنا النهارده. الاهلي ينقصه مهاجم فينشر يا جماعه. الموسم الجديد خلاص، الموسم بيشطب، الموسم الجديد لازما على اداره الاهلي مهاجم هداف. احنا النهارده ضايعين 50-60 فرصه عشان نجيب جون وجيب من بيلنتي. لولا ان المدافع خبط كهربا وعمل البيلنتي ما كانش يجي نجيب اجوان. ضايعين 50 جون النهارده، حسين يضيع وكهربا يضيع وشريف يضيع وده يضيع. لا، ولكن انا لن اغزل مجهود باتشيكو في المباراه. انا باتشيكو بحترمه جدا. جيمي باتشيكو مدرب ممتاز والله. جيمي باتشيكو ده لو مع فرقه عندها جماهيريه ونظام زي الاهلي لكسر الدنيا في افريقيا. ولكن حظه كان مع الزمالك، ومشكلته مع الزمالك ان في وقتها الاداره كانت مذبذبه ومخبطه والدنيا ما مشيتش معاه. وصلوا نهائي افريقيا، جيب كولر مكان كالدرون وكمل نصف نهائي ونهائي والحظ ما خدموش. 3 نهائيات قدام الاهلي والحظ ما يخدموش. باتشيكو انت الاهلي عقدتك، عندك مشكله كبيره قبل الاهلي، بتروح وتهاجم وتفتح صدرك، ولكن عندك مشكله في اللعيبه او مشكله فيك انت او الاهلي محظوظ عليك. ولكن قسما بالله باتشيكو ده يا جماعه بيعمل كل حاجه في الكوره، تكفيلات دفاعيه، تحولات هجوميه، فرص وبيخلق، ولكن سبحان الله الدنيا واقفه معاه. النهارده الشوط الاول كان متفوق تفوق كامل، 3-4 انفرادات وفرص وتصويبات، والشناوي يرد وده يرد وده يرد وما مشيتش معاه. الشوط الثاني وليد الكارت بيحط كوره، الشناوي اخطبوط الكوره المصريه بيطلع الكوره من قلب الجون من فم اسد. حاجه فوق الاحترام. بسم الله ما شاء الله عليك يا شناوي. عاوز ارفع لك القبعه، عايز اقول لك ان ادائك اديله ماتشين 3 من بعد ماتش الكاس وزومه الجماهير عليك. رجعت الشناوي اللي احنا نعرفه، اللي هو في اصعب اوقات الموسم يشيلك ويخليك في الملعب ويخليك لسه زي ما انت ويخليك لسه في البطوله. جبل الرجاء تألق في الذهاب وخلانا لسه في الملعب، وبفضل الله جبنا هدف والتاني وخلانا على الشباك نظيفه. جبل الرجاء في العوده تألق وتعملق وخرجنا بشباك نظيفه، وده اهم ماتشات الموسم. النهارده في السوبر بيتألق ويطلع 3 انفرادات مؤكدين، وبتاع الكارتي ما طلعش. اخر دقايق دودو الجباس انفراد ما يطلعش، ولكن الشناوي بسم الله ما شاء الله تعلق وتأملق وجاب لنا البطوله من فم الاسد. هو ده الشناوي اللي احنا مستنيينه، وكجمهور الاهلي كنا زعلانين لما حصل تذبذب في المستوى. مش متعودين من الشناوي يبقى عنده تذبذب، الفرقه كلها تطلع تنزل تتخبط تروح تيجي الا الشناوي، الا الشناوي، الا الشناوي. عشان لما بنتكلم ونقول ان الشناوي ده في حته ثانيه الناس بتتريق علينا. استحاله
ده جاب لنا بطولات يا جدعان، ياما شلنا بطولات، ياما جاب لنا بطولات. الشناوي ده قيمه وقامه. ارجع لمرجوعي، كولر النهارده تميز بفكره التكتيكي والمرونه التكتيكيه، ولكن الشوط الاول كان عنده بعض التحفظات في عدم ربط احمد جندوزي مع خط الهجوم بخط النص. هو النهارده لعب باثنين مركز 6 ومركز 8، وكان بيلعب جندوزي في اغلبيه الوقت مش مركز 8، كان بيلعب مركز 10 صانع لعب عشان يربط خط الدفاع بخط النص بخط الهجوم. بمعنى ادق، مروان يجيب من الدفاع يسلم جندوزي، المفروض جندوزي اللي يعمل عمليه الربط، عمليه المراوغات واللعب البينيات شمال ويمين. ولكن جندوزي لسه برضه جات له كذا كوره وعدى في كذا تعديه ممتازه، بس لسه برضه عامل التكتيكات معاه مع اللعيبه مفيش ربط. زائد انه كان معاه طرف زي احمد عبد القادر لسه راجع من اصابه، ولعبه الفرد كتير، حاول يغير لعبه الفرد شويه، بس لكن الاصابه كانت مأثره عليه، وعامل المجهود البدني معاه كان مأثر عليه. وبيراميدز كان مقفل نص الملعب، وكان سايب رمضان صبحي يضغط على مروان عطيه، وكان منع مروان من الخروج بالكره كتير. باتشيكو النهارده كان ذكي جدا في لعب مصطفى فتحي على طرف وابراهيم عادل على طرف، وحطتان مروان مركز 10. مروان عنده مجهود البدني عالي وقطعه للكره قوي، فسابوا على مروان عطيه عشان ما يعرفش الاهلي يخرج بالكره من تحت، فيلجأ انه يعمل ايه؟ اللونج باص، وهو عنده مدافعين طوال فيبدا ينزل الكره. ولكن كولر قرا الفكر بسرعه وبدا يظبط في نص ملعبه، حاول يخلي حمدي فتحي بعد ما كان بيروح خلاه بقى هو اللي يعمل دور مركز 6 من ورا مروان عطيه. والشوط الاول كان عندنا تقصير في الهجوم، لان تاو كان ماسك طرف وكان مسلم نفسه للباك وواقف، وعبد القادر ماسك طرف ومسلم نفسه للباك وواقف. ما كانش فيه عمليه التحولات والدخول من العمق اللي كنا بنعملها في ماتش الرجاء في الذهاب والعوده، اللي هو تاو ما يفضلش واقف على الطرف، ياخد ويكسر العمق ويعمل هو مركز صانع الالعاب. فطبعا مع خروج تاو في الطرف ووجوده في الطرف ووجود عبد القادر في الطرف اثر علينا. فرجعنا الشوط الثاني وبدانا مع عمل التغييرات بتاعتنا بنزول قفشه ربط بيه خط النص، نزول حسين الشحات، ولكن واضح ان حسين ما كانش فايق اصلا وما كانش فت وكان عنده الاجهاد واضح عليه. ثانيا حسين في الحته بتاعت عبد القادر دي مش حلوه قوي، لو راح مكان تاو هيبقى الاداء عنده اعلى. فطبعا تحركاتنا في الحته دي كانت مأثره علينا في التحولات، والحته دي كان عندنا ازمه كبيره فيها، فاضطرينا نزول قفشه عشان نربط خط الدفاع بخط النص، وبدا يتحرك بيه على الاطراف ويتحرك شمال ويمين والقصه دي، وبدا يظبط دنيتنا مع انطلاقات حسين، مع تغيير تكتيك لعبنا من التحرك من تحت باللعب اللونج باص على طرف من الطرفين. بدانا نروح ورا خط دفاع بيراميدز كتير، واكترهم كور كنا بنحاول نعمل اللي عملناه في كاس مصر، اللي هو يخش الطرف يخش العمق ويرمي في العمق بين خطين الدفاع لبطء خط دفاع بيراميدز. علي جبر واحمد سامي بطاء جدا في الارتداد الدفاعي، والحمد لله اللي احنا كنا شايفينه وقلنا عليه حصل. لعبه لكهربا سرعته تعدي سرعه احمد سامي فيلبس احمد سامي ببلنتي، وده اللي بنتكلم عليه. هو كان كولر بيتكلم ان هو يلعب ورا خط دفاعهم، ان هو قاري ان خط الدفاع ده وخط الديفنس ده ضعيف جدا في الارتداد الدفاعي. كهربا 1 2 سبق احمد سامي لبسه بلنتي، هو حط جسمه بس. محمد شريف ما كانش يعرف يعمل دي، ده الفرق بين كهربا وشريف. شريف عنده حته رعونه فظيعه، الكره راحت للمدافع خلاص بيسلم وما بيعملش قتاليه عليها. اخر مكان في الاهلي بيعمل قتاليه على كل كوره كان وليد ازارو. وليد ازارو الوحيد اللي كانت الكوره بتبقى ميته ويروح يحييها، ياخد اوت ياخد ركنيه انه يضغط على المدافع، وبيضغط بشراسه، مش بيضغط تسليم، مش بيضغط ان هو رايح انا اضغط وخلاص. كهربا النهارده عملها مع احمد سامي واتلعبت، وراح هو سبق احمد سامي. احمد سامي خد في دماغه ان المهاجم خلاص هيسلم وانا هحط للحارس وخلاص. كهربا سبق في فنت من الثانيه ورمى جسمه، سامي اتدبس فيه، خدنا البلنتي. بعديها بلنتي لحسين الشحات، وده اللي اتكلمت عليه بفكر كولر، ارمي ورا خط الدفاع مع سرعه حسين، سبق علي جبر وخده عكسي، والله بلنتي. ولكن الحكم ما تعرفش، حكم الفار ما ندمش عليه، ولا الحكم نفسه ما كانش مركز، ولا محمود البنا متدبس فيها ما حسبش اي حاجه، ولا رجع للفار. الاهلي بمن حضر مع كولر، شخصيه الاهلي وتكتيكات الاهلي المتغيره بتدخلنا احنا مع مدرب مخضرم،
مدرب ملوش ماسكه، ملوش ملكه، يلعب 4-4-2، 4-2-3-1، 4-3-3، يرحل مركز 8 يخليه شادو سترايكر، يدخل الطرف يخليه صانع لعب. ما تعرفش كولر بيعمل ايه في اللعيبه، بيحولهم وتحولاته كتير، ملوش تكتيك ثابت. انا برفع القبعه على كولر، شكرا كولر، شكرا فرقه الاهلي، شكرا على الرجوله والاداء الممتاز اللي عملتوه، شكرا لمحمود الخطيب اللي قافل على الفرقه من جميع المشاكل الخارجيه وما بيدخلناش في صراعات خارجيه، بيمشي قانوني وكل واحد بيمشي في الحته اللي بتعمل فيه في اداره الاهلي. شكرا اداره الاهلي، موسم للتاريخ، 2 سوبر، 1 كاس مصر، كل ده الموسم ده، ولسه الدوري باذن الله هنحسمه، وعندنا افريقيا قبل نهائي. يعني بفضل الله جميع بطولات الاهلي السنه دي نمبر 1. شكرا ليكم والف مليون مبروك للجماهير، والسلام عليكم ورحمه من الله وبركاته.